قصة ثنية الوداع، أسطورة العرب ومفاجأة هجرة النبي ليثرب. قصة ثنية الوداع، أسطورة الموت، مفاجأة هجرة النبي ليثرب. هللت المدينة لوصول الرسول الكريم من طريق الموت الذي حامت حوله الكثير من الأساطير اليهودية والوثنية، وكان أغربها أنه من يمر به عليه أن ينهق كالحمار ويموت. تعتبر ثنية الوداع من المواقع التاريخية الهامة في التاريخ الإسلامي، وهي تقع على مدخل المدينة المنورة يثرب قبل الرسالة المحمدية، والتي عندها تبدأ اللحظة التاريخية لهجرة النبي الكريم منذ 1440 عاما. ارتبط هذا الموقع التاريخي في العقل الإسلامي بأبيات شعرية أنشدها أهل المدينة بمجرد رؤيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبيات شعرية ما زالت تتداول حتى الآن. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. وتقع الثنية الشمالية قرب رابية محدودة الحجم، حيث أقيم مسجد صغير بالقرب منها، ثم أزيل المسجد لاحقا، وأزيلت الرابية أيضا بعد تنفيذ مشروع جديد للطرقات في المنطقة. أسطورة بين العرب. أما الثنية الجنوبية التي شاع عنها الكثير من الأساطير عند العرب في العصر الجاهلي قبل الإسلام، حيث انتشرت أسطورة على لسان عباد الأوثان واليهود، وتقول هذه الأسطورة إن كل من يدخل يثرب أي المدينة المنورة من هذه الثنية عليه أن يتوقف عندها ثم ينهق كالحمار، وإن لم يفعل أصابته الحمى وربما أودت بحياته. وعلى الرغم من إبطال هذه الأسطورة من قبل الشاعر العربي الجاهلي المعروف باسم عروة بن الورد الذي دخل المدينة دون أن ينهق فلم يحدث له شيء، فانتهت بهذه الحادثة الأسطورة الكبيرة، وبقي الكثير من الأساطير الأخرى حول هذه الثنية. وعرف عن هذا المكان في الجاهلية أنه كان وكرا للفساد وتدبيرا للمؤامرات من قبل اليهود وشرب الخمر، وكان مكانا لقطاع الطرق واللصوص. وانتشرت أسطورة أن الذي يمر منه عليه أن يودع الحياة، وكان الأوس والخزرج يخافون من الاقتراب منه، حيث شاع اليهود أنه من يقترب من هذا الطريق لا يرجع. وكان الصحابة ينتظرون الرسول في الطرق الرئيسية ليثرب أي المدينة المنورة، ولم يخطر ببالهم أن النبي الكريم يسلك طريق ثنية الوداع، لكن الله أمر الناقة القصواء بسلوك طريق ثنية الوداع، حيث قال الرسول الكريم لكل من يقترب من الناقة: دعوها فإنها مأمورة، ليثبت كذب اليهود وافتراءات المشركين، ويبدد خوف الأوس والخزرج، وأنه صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الحق الذي يقضي على الخزعبلات والخرافات. وفوجئ أهل المدينة المنورة بخروجه صلى الله عليه وسلم من ثنية الوداع، فاستقبلوه قائلين النشيد الشهير الذي يردده المسلمون عبر التاريخ في كل احتفال بالهجرة النبوية الشريفة: فصلوا على أكرم الخلق.